صعب ولا هي فترة صعبة؟ هتبقى فتره صعبه، هتبقى فتره صعبه، لان زي ما قلت لك اذا كنت انت النهارده مدير فني، انت النهارده بيبقى عندك هدف. الهدف النهارده الناس قلقه من الدوري، الناس فاقده الامل في الدوري، لا انا ما فقدتش الامل. فالنهارده ما دام انت ما فقدتش الامل يبقى انت لازم عندك اراده كويسه قويه جدا عشان النهارده فحاجه صعبه، ولكن كلنا هنبقى مع بعض، اللعيبه والجهاز وانتوا والجماهير وكل. التغيير مطلوب دلوقتي يا كابتن، سواء في الجهاز او في تشكيل لا ما اللعيبة. احنا قلنا لسه بدري. طب بالنسبة للتشكيل نفسه شايف ان لسه التغيير لسه. حضرتك لما جيت برضو في ظروف كانت صعبة قبل كده، كان ليلة مباراة، صدفة انها كانت ليلة مباراة، وحضرتك استعنت قبل كده كمان حضرتك اللي قلت ان محمد يوسف هو اللي فادني كتير قوي قبل المباراة التانية. هتعتمد على مين في مباراة ما النصر؟ احنا عندي جهاز، عندنا الجهاز، وبعدين انت النهارده تربيتك ما انت بتشوف الماتشات وعارف لعيبتك وعارفهم كلهم خلاص. يمكن تلاقي يمكن اثنين ثلاثه لعيبه جداد، ولكن كل الباقي معروف بالنسبه لي، معروف ومعروف امكانياتهم كل حاجه. طب يا كابتن اكيد مثلا جريده ليه تقرير فني مثلا، هل هتستعين بيه او هتبص عليه؟ اذا كان هناك بص، اذا كان هناك تقرير فني تقرير اصلا ده بيبقى الاداره، ولكن انت ممكن يبقى ليك وجهه نظر. النهارده انت كاتب عليك النهارده قال لك لا ده ما ينفعنيش، انت ليك الملعب، وانا النهارده شفتك ان انت تنفعني، انت ليك الملعب يا كابتن. رؤيتي النهارده ممكن تكون